بص يا صديقي، هقول لك على كلمه سر بيني وبينك. اي حد يجي يقول لك روح اعمل قناه يوتيوب وهتبقى مليونير، هو في الحقيقه شايفك راكب على فيل، فاكرك هندي يعني. لان اليوتيوب بقى زحمه جدا اكتر من موقف رمسيس نفسه، والار بي ام بتاعه اللي هي العائد من الاعلانات بقت فكه زي ما بقول لك كده. طب ايه رايك لو قلت لك ان في مكان تاني هادي جدا والرجل لسه فيه قليله، وكمان بيعتبر المقر الرئيسي للبهوات الامريكان بتوع الفيز، يعني مكان مثالي للبيع والشراء، مكان ما فيهوش لت وعجن كتير، كله صور بس. انا بكلمك عن بنترست، بس مش بنترست اللي البنات القيود بتجيب منه صور القطط والحوارات دي. انا بكلمك عن حاجه اسمها الفيجوال سيرش اربيتراج، ليفل الوحش اللي الاجانب مخبينه عنك، اللي يعتبر بطن الزير للربح من بنترست اللي على ابوه بجد. بعد الفاصل هقول لك ازاي تهكر الفيز الامريكيه بالاي اي من داخل بنترست. بعد الفاصل نبدا يا معلم. بص يا معلم، لازم تفهم اولا ان تيك توك وفيسبوك دول مجرد ادوات سوشيال ميديا، يعني الناس اللي بتدخله جايه تهرج وتضيع شويه وقت، على عكس بنترست الاجانب بيشوفوه انه محرك بحث بصري قوي جدا. يعني الزبون الامريكي بيدخله وهو همه كله انه يلاقي حل لمشكلته او حاجه يشتريها. في 2026 تقدر تقول المعادله هتتغير تماما، وده لان جوجل بقى مليان هري ذكاء اصطناعي كتير جدا، والناس حاليا بتثق في الصور اكتر بكتير جدا من اي حاجه تانية. هنا بقى يا معلم هخليك تلعب لعبه الاربيتراج. بمعنى ايه؟ معناه ان احنا هنجيب زوار او ترافيك ببلاش من بنترست ونحولهم على عروض افيليت عمولتها بتوصل ل $500 للبيعه الواحده. انت متخيل يا عمده؟ بيعه واحده احسن بكتير جدا من حنتفه مشاهدات اليوتيوب المذله اللي اصلا مش بتجيب همها في المحتوى العربي خالص. طب ازاي الزبون ده بيلمحنا في وسط ملايين الصور؟ هنا بقى يا صديقي الزتونه، السر اللي بيتباع في الكورسات الاجنبيه بالاف الدولارات، حاجه اسمها الفيجوال سيو. اللي هو ايه يعني؟ بنترست مش بيقرا الصور بعينه، لا بيعتمد على ذكاء اصطناعي بيحلله البيانات المخفيه، وده المقصود بمصطلح الفيجوال سيو. هنا بقى يا معلم هعلمك ازاي تستخدم الاي اي زي شات جي بي تي وميد جيرني علشان تعمل الاف التصاميم اللي هي البنز في دقائق معدوده. بس مش تصاميم والسلام، لا دي تصاميم هيتم حقنها بكلمات مفتاحيه في الجزء المتعلق بالالت تكست والميتا داتا. ده اللي بيخلي خوارزميات بنترست تقول للزبون خد يا عم سام يا زبون يا امريكي، هو ده اللي انت بتدور عليه من منتجات وخلافه. وده اللي بيسموه في المحتوى الاجنبي ريفيرس ايمج انجينيرنج. يعني يا برنس هنطبق مبدأ وانتم رايحين كنا احنا راجعين، يعني ببساطة هنصمم الصور على حجم ومقاس الخوارزميات مش على مقاس عينيك. اكبر معاناة حقيقية لاي حد بيبدأ الشغل على بنترست هو الشادو بان. اللي هو ازاي يعني حضرتك تقوم رافع الصور ومحدش يشوفها خالص. طب ليه؟ علشان انت بتتعامل مع بنترست على انه حصاله بالظبط تحويش صور وخلاص. الحل العملي بقى اللي بنقدمه في استخبص من واقع تقارير اثوريتي هاكر حاجه اسمها الاكونت وورمنج. طبعا كل المصادر هتلاقيها في صندوق الوصف تحت. ده معناه ان حضرتك بتبني حساب موثوق في نظر بنترست باستخدام الاي اي ايجنت اللي هي بتقوم تتفاعل مع الجمهور بدلا منك. وكمان ساعتها هتهرب من حاجه اسمها اللينك سبام، الغلطه القاتله، وده باستخدام صفحات هبوط البريدج بيجز اللي ممكن تعملها بالذكاء الاصطناعي في ثواني. وده معناه يا معلم انك هتلعب في المضمون مش بختك يا ابو بخيت وخلاص. انت فاكر ان حضرتك هتقعد تصمم صوره والكلام ده؟ هنا بقى يا معلم 5 طق يعني لا طبعا، احنا في 2026 يا بطل، اوعى تنسى. علشان كده لازم تعتمد على الخلطه السريه اللي بتعتمد على ربط كانفا بالاي اي بتاع شات جي بي تي، وساعتها هتعمل 1000 بن بضغطه زر واحده اللي بيسموها البالك كرييت او كريت بالك. بعد كده يا غالي هتستخدم ادوات زي التيل وايند عشان تجدول صورك يجي لشهر قدام. من ابو ناهيه انت هتعمل مجهود ساعه واحده بس في الاسبوع من موبايلك، والسيستم بشكل اوتوماتيكي هيفضل يجيب لك فلوس وانت في سبع نومه. دي يا معلم اللي بيسموها السبوبه البصريه المريحه اللي هتطلعك من روتين التكرار اليومي الممل. بص يا غالي، اللي قلت لك عليه النهارده في حلقتنا يعتبر بس ال 10% الخفيه من الكواليس. اليوتيوب جميل وابن حلال مشفي، بس بنترست هو منجم الفيزا المنسي. جرب الطريقه دي واشترك في قناه استخبص علشان الحلقات الجايه هقول لك ازاي تحول زوار بنترست لقائمه بريديه
وتفضل تبيع ليهم بشكل دائم. خليك فاكر ان الدولارات ما بقتش بتروح للي بيتعب اكتر، لا بتروح للي بيشتغل بطريقه اذكى. سلام يا ابطال.